ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في اتم صحة واحسن حال. انا عبير ودي قناتي، قناة اشهى الاكلات. ويلا بينا نحط اللايك يا حلوين. احنا النهاردة هنعمل ايه؟ النهاردة عبير هنعمل قرص بالعجوة. إيه، بصوا يعني هي جميلة جدا. انت شكلها زي ما انت عايزة. اعملي منها قراقيش، اعملي منها سمبوكسات كده زي الحجاب كده، زي ما انت شايفة كده. انا عملت 3 حاجات، عملت منها قراقيش وعملت منها السمبوسة ديت وعملت منها القرص. بجد كانت جميلة جدا، هتعجبكم قوي وسهلة وبسيطة وما فيهاش اي افتكاسات ولا فيها اي تعب. هي حلوة بكل حاجة يعني، بكل تكاتها وحركاتها وكل حاجة. وقبل ما ندخل على وصفتنا الجامدة دي، نصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. جايبالنا ايه يا عبير النهاردة؟ دولت كوبايتين سمنة، كوباية مية، دول معلقتين سمسم، ذرة ملح عفوا، ومعلقة بيكنج باودر صغيرة، وخميرة، معلقة خميرة كبيرة، و بس كده خلاص. بس والدقيق طبعا الحاجة الأساسية هي الدقيق. احنا مع بعض اهو، حطينا الدقيق، انا خلته وحطيته في العجان، حطيت السمسم وقلبته، والخميرة حطيتها في كوباية المية على بال ما ايه، ابس العجين كده بالسمنة كده اهوت. حطيت السمنة، كوبايتين السمنة دول 400 جرام، كل كوباية فيها 200 جرام. انا كنت مسيحاها وقدحاها حلو قوي، بس سبتها تبرد عشان ايه؟ اعمله على البارد يعني، ما يبقاش سخن قوي، ما تبقاش قدحة قوي. كده اهوت العجينة اتبست جميلة جدا. بص حلوة قوي جدا يعني، مش عايزة كلام. كده انا هحط المية تدريجي. طبعا حطيت معلقتين سكر. ده اللي كنت عمالة اقول انا في ايه تاني يا جماعة؟ ده السكر اللي حطيته مع الخميرة والمية. انا حطيت ايه في العجينة دلوقتي؟ حطيت الملح وحطيت معلقة البيكنج باودر، وكملت بقية الكوباية حطيتها في العجين. جبنا كوباية تانية مكان الخميرة وكوباية المية اللي قبليها، وحطيتها تدريجيا لغاية ما تشوفي العجينة في ايدك هي عايزة ولا لأ، على حسب الدقيق معاكي. في دقيق بيقبل مية وفي دقيق لأ مش بيقبل. دي خدت كوبايتين مية بالتمام وكمان كده اهيت. خلاص هما الحبة المية اللي كانوا ايه فاضلين. عفوا. العجينة بتتكلم عن نفسها، جميلة جدا. طبعا انت مش هتعملي فيها جامد يعني، مش هتعجني فيها جامد عشان ما تعملش عرق معاكي. العجينة بتقطع معاكي وحلوة جدا، ما فيهاش اي عرق، هي جميلة جدا. والعجينة ناعمة وسلسة كده وحلوة، مش بتشقق معاكي ولا اي حاجة. بس لما بتيجي يعني تشكليها وتطلعها يعني من الطبق وتعمليها طبيعي بتجمد معاكي، بس بتلينها بايديكي كده وبقت حلوة وزي الفل. لكن ما بتشققش. لو بتشقق يبقى العجينة فيها حاجة مش مظبوطة. شفتوا العجان ماسك في قلب الرخام مش راضي يطلع بالعافية. فده من ميزة العجان يا جماعة، ان هو يمسك في الرخامة ما يطلعش بسهولة. كده انا سبتها تختمر لمدة ساعة. بصوا فشت وجميلة وبقت حلوة جدا، خمرت. بصوا انتي تعملي بقى، وما في على بال ما تخلصي اعملي في الفرن على طول. ليه بقى؟ عشان انت سبتها خمرت حلوة قوي. دي العجوة بتاعتي، عملتها في الكبة وحطيت لها معلقة سمنة كده، وعملتها زي ما انتم شايفين كده، وجهزتها للحشو. كده اهوت انا بعمل رول للقراقيش بتاعتي، السمبوكسات اللي احنا هنشوفها مع بعض دي. انت عندك الطعم اللي انت هتشوفها دي ماشي، مش عندك خلاص مفيش اي مشكلة، بالسكينة ومشي حالك.
كانت حلوة. رحنا بقى على الطبلية بتاعتنا وقعدنا وعملنا التشكيلات القمر اللي انتوا شايفينها دي. تقعدي بقى بمزاج كده ومع نفسك مع كوباية شاي كده وقدامك التلفزيون، واقعدي بقى اعملي وشكلي زي ما انت عايزة. بجد والله بيبقى اليوم ده زي العسل. بتقفليها كده حلو زي ما انت شايفة، بتروريها تاني، وبعد كده بتنزلي عليها بالراحة كده وتبططيها بالراحة كده. بتعمليها بقى قراقيش، بتعمليها سمبوكسات. بصي انت اعملي فيها اي حاجة بتديكي في النتيجة في الاخر جميلة جدا. وفي الاخر كله بيتاكل يا جماعة والله. بس طبعا عشان الاولاد بيبقوا بيحبوا الحاجات اللي هي فيها اشكال والكلام ده، ما بيحبوش الحاجة التقليدية يعني. فاحنا بنعمل اي حاجة ترضيهم. كده انت بتعملي اللي بتعمليه بتفرديه على طول. بتخلصي كام واحدة كده وتفرديهم على طول، عشان لما بتقعد كتير على الطبلية او على الرخامة او على السطح اللي انت بتعملي عليه بتنشف. فانت تعملي اول باول كده، بالذات في الساعة دي، يعني في الايام الساعة دي انتوا عارفين انت سمنة، والسمنة بتجرمز يعني، بتخلي الحاجة يعني مجرد ان انت تطلعها بره كده بتجرمز. فكده انا شكلت اللي انت شايفينه ده كله، شكلته بكيلو دقيق واحد. وما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، عملت منه زي ما انتوا شايفين كده. سبته بقى اختمر، رغم ان هو يعني اول واحدة انتي بدأت فيها هتاخديها على طول. برضو ايه، تحطها في حتة دافية كده من على الفرن من فوق على بال ما يسخن، تكون هي برضو ارتاحت قوي يعني. هتديكي نتيجة حلوة قوي. اهم حاجة الخبيز يا جماعة، الخبيز بتاع الحاجات دي. نجاح الحاجات دي في خبيزها وتخميرها. انتي خمرتها حلو، هتتخبز حلو، هتبقى جميلة جدا. شفتوا العجوة سايحة وجميلة في قلب القرصة، والقرصة كده هشة ويعني تحس ان هي زي البغاشة كده، جميلة جدا. بجد كانت وصفة لذيذة وخفيفة. ما تنسونيش بقى في لايك يا جماعة، لايك لايك لايك. واقول لكم باي باي ومع السلامة. باي باي.